السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. حابة أشكر كل المتابعين الجداد اللي انضموا إلى قناتي. بحبكم كتير، أخدكم بالله من غزة. أنا يا جماعة كنت عايشة في غزة في الشمال قبل 7 أكتوبر، وأنا حاليا عايشة في الجنوب. الحمد لله على كل حال. زي ما شفتوا الفيديو اللي فات، خيمتي أنا غرقت، وحتى الشجر كمان كله هذا اللي انا زرعاه خرب، وقعدت اعمل واظبط فيه، وان شاء الله يا رب ينجح وضله مكمل، لانه الي اكتر من 3 شهور وانا زرعاهم، وان شاء الله بيكبروا وبينجحوا معايا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا الحياة في الشمال ما قولكوش، لانه احنا بحرب، وان شاء الله هذه الحرب تنتهي باسرع وقت. احنا تأملنا يا جماعة والله السنة الجديدة هذه تكون سنة خير وتخلص الحرب. طب احنا هينا عبرنا فيها لحتى الآن ما فيش أخبار مبشرة إن الحرب توقف. الواحد زهق ومل من هالروتين اللي بيعيش فيه، عشان الدنيا برد انتوا عارفين الخيمة، يعني قد ما الواحد يدفي حاله على الفاضي، مش زي قد ما تكون واحد عايش في بطون، في سقف مسكر عليه. نتمنى هداة البال يا رب أسرع وقت. دعواتكم إنا، وحطوا لنا لايك كبير لهذا الفيديو، واكتبوا لنا كلمة حلوة في التعليقات عشان أنا بتسعدني يا جماعة. رتبت وظبطت الخيمة بعد ما أنا طبعا غرقت من الخيمة. ما أقولكوش يعني أنا حتى بعد ما رتبت، يعني وين وين لما ظبطت الوضع، يعني الغرق مش سهل زي ما فراشي غرق، فرشاتي غرقوا. يعني يومين وأنا بنشر فيهن على برا في الشمس. الحمد لله إنه تاني يوم شمست الدنيا. يعني ربنا عالم بالحال، عالم بعبده سبحان الله. وهيني حطيت فراشي برا، حورجيكم. هاي فرشات وهي الحرمات، الحمد لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الشارع برضو، وين واحد بده ينشرهم. هذا المكان الوحيد اللي لقيت أنشر فيه، لا في حبل ولا في حيطة إنه الواحد يعمل عليه. حتى لو الحبل ما بيستحملش، لو بدي أحطه على حبل. رتبت القاعدة اللي برا، وهي المطبخ كمان، حتى علي جلي من جلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حبايبي رجعت لكم اليوم فيديو جديد. زي ما انتم شايفين في الفيديو، في بطاطا، افوكادو، وموز. طبعا لأول مرة تجيني حاجة زي هيك، وإشي غريب بالنسبة لأن من سنة ونص يجيني طرد زي هيك. مبسوطين كتير والحمد لله. طبعا بناتي أكلوا كل واحدة قرن، يعني مش بس هدول أكلوا، ما قدروش يصبروا إن أنا أصور. لا تنسوا حبايبي تعملوا لنا لايك وشير للقناة عشان نكبر فيكم أكتر وأكتر. واللي حابب يساعدنا على حاجة منكم يتواصلوا معي على الخاص، وصلوا على النبي عشان نبلش يومنا بالفيديو. وهاي زي ما انتم شايفين حبيت اقلي لهم صحن بطاطا. طبعا زمان ما اكلنا البطاطا، وحشت لهم اياهم سندويشات للفطور. صحتين وعافية. تفضلوا يا جماعة معنا، أكلة هنية بتكفي 100. وجينا لدور الجلي. الجلي اللي يومين ما جليت الجلي، كوم علينا الجلي، لأنه أنا حاطة مكان للجلي برا، وما فيش كمان يعني إشي يعني ساتر إنه يحمينا من المية. فأنا عبرت الجلي جوا في الخيمة عشان أجليه وأنا قاعدة. وعملت كوباية نسكافيه، خلت بنتي تعمل لي إياها، قلت لها اعملي لي وأنا بجلي جلي ما أحكيلكوش عليه، ما شاء الله. وين أيام المجلة وأيام البيوت والهذا. ربنا يعودها يا رب أسرع وقت. حبايبي بهمني كتير تدعموني على القناة، كتير كتير بهم. يعني انتوا بعد رب العالمين. هذه قناتي إن شاء الله بتنجح، ومنوصل صوتي للعالم من مخيمات النزوح. بدي كل العالم تشوف هذه الفيديوهات، كيف الشعب الفلسطيني بيعيش. هذا اللي احنا بنعيشه حاليا بالمخيمات، ولا حدا مدور علينا ولا حدا سائل عنا. إن رب العالمين إنه يخلصنا من هذه الحرب. يعني أنا مش عارفة القضية الفلسطينية، يعني سنة ونص الحرب ما خلصتش لحتى الآن. لا في مدارس إنه أولادنا يروحوا على المدارس. يعني هاي أجى العام الثاني
وانا ولا واحدة من بناتي راحن على مدرسة. ما فيش لو بدك تروح تسجلي في مدرسة خيمة. طب مش معترف فيها الخيمة هذه مثلا الدراسة بدهم يدرسوا عليها. احنا بهمنا العلم قبل كل اشي. احنا بنصبر في الحرب، ويعني وان شاء الله احنا مرابطين لحتى الان، احنا مرابطين. ندعي من الله، ندعي من الله، ربنا قادر على كل اشي. بلحظة ممكن تخلص هذا الحرب يا جماعة. واليوم طبختنا كانت سلق، بس احنا ايش بنسميها؟ فقاعية. طبخة هذه السلق واسمها الفقاعية. بحط عليها حبة رز وحمص، واللهم صل على سيدنا محمد، وليمون وفلفل أسمر وملح وماجي. طبعا الأكلة هذه في الشتاء زاكية كتير، وأنا بحبها بالمعلقة. ممكن في ناس بفتوا خبز عليها وبياكلوا برضو، زاكية كتير ونعمة الحمد لله رب العالمين. زاكية كتير يا جماعة. هذه السلك أنا بخرطه وبسلفح بصل مع سيرج وبقلبه، وبعدين بحط السلق، وبعدين بحط المية، وبحط فلفل أسمر وملح والماجي، وهي وآخر إشي بعصر لها ليمون وبقللها بالتومة كمان. بنفع بصل وبنفع تومة. أنا ما عنديش بصل، قليتها بالتومة، وحطيت علبة حمص على هذا. زاكية كتير الحمد لله، بتمشي اليوم. عصرت ليمونة زي ما انتم شايفين يا جماعة. هاي حطيت على التوم، بعدين بدير كله. هيك الفيديو حبايبي بكونوا إن خلص. بتمنى منكم من الدعم، من اشتراك بالقناة، تحطوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.